السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السمك المقلي بطريقه حلوه قوي هتعجبكم قوي. طبعا هعملها بقى لوحدي النهارده. تعالوا بقى نشوف الطريقه هنعملها ازاي. طبعا ده السمك اللي كنا جايبينه من الصين مع بعض. هعمل معاه رز وسلطه. بصوا ما شاء الله، اول حاجه جبت فلفل كده وشطه وتوم، راس توم كده قشرتها، قطعتهم حتت كده كلهم صغيرة. وهنا السمك طلعته من الفريزر بدأت ان انا اشطفه كده كويس. وهنا شوية رز كانوا باقيين من خلطة المحشي طلعتهم برضو. هنا هحط الفلفل في الخلاط هفرمه فرمة بسيطة كده، وعليه التوم وعليه شوية كمون وعليه شوية ملح، بس كده عشان احشي بيه السمك، لان طبعا مفيش هنا كبة ولا في اي حاجة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ بقى افرمه فرمة شوية كمون اهو، افرمه فرمة في الخلاط وهحشي بيه السمك، والباقي هرشه كده اخلي السمك يشرب من التتبيلة دي. بتدي طراوة للسمك وبتخلي اللحم بتاعه طري وحلو قوي. حوالي هسيبه نص ساعة. هنا شوية دقيق حطيت عليهم شوية كركم وشوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسود، بس زودت شوية الكركم شوية كده عشان يصفر لي السمك، يخليه زي بتاع المحلات. هنا بصلاية كده قطعتها. هنا شوية رز غسلتهم، قلت عشان ازود على شوية الرز دول عشان كانوا صغيرين. حطيت كده حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت. هبدأ بقى انزل بالبصلة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين انزل بالرز. بصوا كده ما شاء الله دبلت معايا خالص اهي. هبدأ بقى انزل بشوية الرز اللي انا غسلاهم بتاعي دول، كانوا شوية يعني صغيرين، قلت عشان بدل مرمي التاني وكده هنستفاد بيه بقى، لازم نوفر. بتاع المحشي ده كنت حاطه في الفريزر، كان باقي معانا من المرة اللي فاتت. بدأت بقى انزله واقلبه كده، كان لسه متلج شوية. اول لما حطيته على النار طبعا فك معايا خالص. هبدأ بقى انزل بالمية كده على قد الرز، مش عاوزة ازود كتير عشان مش عاوزاه يعجن معايا. بصوا ما شاء الله كان زي العسل. حطيت عليه شوية ملح وشوية كمون، بس كده. دي كانت طريقة الرز بتاعتي. هبدأ بقى السمك احطه في الدقيق كده، وانزل بيه كده في شوية زيت صغيرين طبعا عشان الزيت بتاع السمك ده بنرميه. بصوا ما شاء الله الكركم كان مديله لون اصفر جميل، وطبعا التتبيله مديله طعم حلو قوي. وده الرز ما شاء الله كان جاي خلاص معايا. طبعا هديت عليه النار اول لما يشرب، بتعلي عليه لحد ما يشرب الميه، وبعدين بتهدي على النار خالص لحد ما يستوي براحته. بصوا ما شاء الله كان مفلفل وجميل. هبدأ بقى احط كل كمية السمك اللي معايا لحد ما اخلص. يعني عملت حوالي 6 سمكات كده ولسه برضو باقي تاني. بصوا ما شاء الله كان مقرمش وجميل، والكركم مديله لون حلو قوي، احسن من بتاع بره كمان. جربوا بقى الطريقه دي وقولوا رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.